هو ده وقته كمان رخيص ومالي السوق. النهارده هنعمله بطريقة أمهاتنا، بطريقة سهلة وبسيطة من غير افتكاسات كتير، وكمان هقولك على كل الأسرار والتريكات اللي هتخلي معاكي اللفت باللون البينك القمر دوت، وكمان هيفضل معاكي مقرمش لآخر شوية لفت موجودين عندك، ولا هيسود ولا هيطرى معاكي. كمان عايزه اقولك لو انت ما بتعرفيش تظبطي المحلول بتاع المخلل، النهارده هخليكي تظبطيه بطريقه سهله وبسيطه. حطي لايك للفيديو واعملي شير عشان غيرك يستفاد. نبدأ ونسمي الله. أول خطوة من نجاح الليفت اللي انت بتشتري الليفت تشتريه مقاسه مش كبير قوي ولا صغير قوي، يعني هاتي الليفتاية تكون وسط وما تكونش خفيفة. الخفيفة دي بتكون الليفتاية من جوه شيخ. جيبيه بقى واغسليه كام غسلة، 3 4 غسلات كويس قوي عشان بيبقى مليان طينة. وحاولي بعد ما تغسليه تقطعي كده الأطراف بتاعته اللي فيها طينة دي والعروق كمان. أنا بحب أحط العروق في المخلل، لو انت مش بتحبيها استغني عنها، بس هي بتبقى طعمها حلو قوي. هشيل بقى كل الحتت اللي فوق دي اللي فيها الشعر كده وطينة، شيليها. انا خلصت كل كميه اللفت اللي معايا، وبرده انت تاكدي ان انت غسلتيه كويس قوي عشان العروق بتبقى مليانه طينه. انا بقى هنا هبدا ان انا قطعيه بالشكل اللي يريحك والشكل السهل على ايدك. انا حبيت ان انا اقطعه بالقطاعه، بيبقى شكله حلو قوي في الاكل وبيبقى شكله مختلف اكنك جايباه من بره. انا هنا هستخدم القطاعه المشرشره دي، لو مش عندك استخدمي السكينه العاديه خالص، مش هتفرق معاكي في حاجه في التمليح. بس وانتي بتقطعي، سواء بتقطعي بالسكينه سواء بتقطعي بالقطاعه، حاولي تخلي اللفتايه. بصي هنقف عند الحته دي الاول. انا اللفتايه بتاعت اللي في ايدي دي لقيتها شيخه، بصي طريه من جوه عامله شبه القطن، دي شيخه ما ينفعش ان انت تخلليها. نرجع تاني لتقطيع اللفت. اهم حاجه وانت بتقطعي اللفت قطعيه بقى بالسكينه، قطعيه بالقطاعه المشرشره دي اللي عندك والاسهل ليكي، بس خلي حجم اللفتايه متوسط، ولا هو رفيع قوي ولا هو تخين قوي. الرفيع قوي بيتهري معاكي في التسويه. انا هنا كان عندي شويه فلفل اخضر سبايسي او بارد حسب ما بتحبي، برضه هجهزهم. غسلتهم وسبتهم جنبي في المصفى يتصفوا. نيجي بقى لأهم خطوة اللي هي التمليح. انا هنا كان عندي بنجرية صغيرة، انا عاملة كمية اللهم بارك كمية كبيرة فاستخدمت بنجرية واحدة صغيرة. هاتي بقى البرطمان بتاعك يكون متعقم وناشف، وابدأي انزلي بكمية اللفت بتاعك، وبرضه حطي الفلفل في النص. انا هنا مقطعه البنجر شرايح صغيره، حاولي تحطي ما بين كل حبه لفت حته صغيره، ما تحطيش كتير، هو بيدي لون حلو قوي وبيخلي لون اللفت معاكي حلو قوي. وحاولي بقى تكبسي البرطمان على قد ما تقدري، ما تسيبوهوش فيه حتت مهويه، علشان اللفت لما بتحطي له المحلول بتاعه بيخس كده فتحسي البرطمان بتاعك فوج. انا هنا المحلول عندي كميه الميه اللي انت هتستخدميها على قد كميه اللفت بتاعك. اهم حاجه تكون مغليه وسايباها تبرد، عشان انا عايزه الميه معقمه. كل كوباية مية هستخدم عليها معلقة كبيرة ممسوحة مش هرمية ملح. قلبي كويس قوي ودوبي الملح بتاعك. وكان في مقطع ما تصورش تحطي معلقة كبيرة سكر على كمية المية كلها اللي انت هتحطيها للبرطمان كله. وكمان انا نزلت بمعلقة كبيرة هريسة شطة، كانت عندي حرة في التلاجة في الفريزر فحطيت معلقة، ممكن تستغني عنها لو مش عندك. بس اكبسي البرطمان بتاعك كويس قوي واقفليه كويس. الخطوه دي برضو مهمه قوي، تاكدي ان انت كبستي البرطمان ما فيهوش حتت فاضيه. وكمان لو الغطا بتاعك مش بيقفل كويس، هاتي كيسه وحطيها تحت الغطا الاول واقفلي كويس، وسيبي يومين 3 هتاكلي احلى مخلل اللفت. طعمه خطير ومقرمش ولونه تحفه زي ما انت شايفه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.